بسم الله والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في عرين الأسد للأحجار الكريمة. إخواني، طبعا هذا هو عرين رقم الهاتف للتواصل والطلب. عرين الأسد الأحجار الكريمة العين مضافة. التلفون هو المعروض 0091505255. بسم الله والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أصحابه الأبرار أجمعين. طبعا عندنا نحن الأحجار الكريمة بكل أنواعها. هذا عينات بسيطة من الأحجار. طبعا العقيق الأحمر أو العسلي يتشاف عسلي، ولكن هو من نوع العقيق الأحمر. طبعا فيه داخله يعني شو أقول، يعني بالضوء يمكن يبين، أو هني مبين أن بداخله فيه شوائب أو أشياء تدل على أن الحجر طبيعي 100%، ومن الأحجار المميزة. وهذه أحجار روحانية متروحنة هذه، ولها خدام. هذا هو العقيق اليماني النوع النادر. هذا أكثر من حجر في حجر، يعني التشكيلات اللي تلقونه هذا نوع من الحجر، وهذا نوع آخر نوع آخر نوع آخر. يعني هذا عدة أحجار في حجر واحد. أحيانا يكون حجرين في واحد، أسود وأحمر أو غير ألوان أخرى، يكونوا حجرين من دمج في واحد. أي هذا نسميه الاتحاد، ممكن نسميها الولايات المتحدة. طبعا كل ولاية بلون. فهذه لها خواص روحانية يا أخوان، مثل الحجر هذا. هذه الأحجار الروحانية. فللأسف يعني بعض الزباين اللي يجوا لطلب الحجر فبيجيني المحل وياخذ الحجر يمسكه في ايده، مسكه هذه شوي، لا الحجر هذا مش شغال، يمسك الحجر الثاني. الحجر هذا هذا فيه فعال، ولكن خلاص شغله تبطل 5 دقايق وراح شغله. زين انت يا خبير علمني هالفحص هذا من وين تعلمته؟ اذا انت خبير بالاحجار فخلاص انت ليش بعد تسأل؟ وحتى للأسف ما يعرف هذا الحجر اللي بإيده شو نوعه، يعني مثل المصور هذا المصور معروف عقيق. فما يعرف شو اسمه شو نوعه،
وقاعد يفحص، عنده روحانيات، يمسكه كذي يقول لا 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 هذا حجر عادي، يمسك الثاني لا 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 هذا كله ما فيه روحانيات. فأمور عجيبة. يقول له إذا الحجر هذا تروحن بنفسه، وممكن تنجيمه، يمكن تخديمه، يمكن أصلا أي خبير أو أي حد يتابعني أو يشوف وله خبرة في الأحجار، من يشوف الحجر هذا يعرف يمكن أكثر مني أن الحجر هذا شو خواصه، وشو متى تروحن، وكيف يكون يخدم وكيف ما يخدم. يعني هذه الأشياء يعرفها ذوي الخبرة فقط. وفحص الحجر ما يكون بالطريقة هذه. أنا عمري ما فحصت مسكت حجر كذي ها عرفت أن في روحانيات ولا لا. شو أنت شيخ ما عرف أنت عندك جن بيقولوا لك، أو قرينك قاعد يرشدك، ما عرف. ولكن هذا الطريقة خطأ للفحص وبالنظر أو هذه. فأنا ما أخدع الناس. الأحجار هذه معروفة أنها يمانية ولها خواص، وأحجار طبيعية 100%، ما فيها شك. والشخص اللي يطلب هذه الأنواع من الأحجار هي مضمونة أنها طبيعية 100%. فأنت شو طلبك يا أخي الفاضل نحن نعطيك، وشو اللي يناسبك بعد ممكن نعطيك حسب طبعك وجسمك، حسب برجك مثل ما يقولوا. في بعض الأحجار على فكرة ما تمشي على الأبراج، هي للكل. أيوة للكل، هي تخدم بإذن الله سبحانه وتعالى. بدون إذن الله سبحانه وتعالى ما لا تضر ولا تنفع. ولكن هي الله أوجدها ولها أسرار ولها خاصية ولها خواص. نعم. حجر المراد أو حجر الدم يسمونه، له اسمين وله خواص. يعني سبحان الله، يعني خواصه عدة، يعني مفيد للدم ومفيد لأشياء أخرى بعد غير. فمش مجال الشرح. هذه الأحجار كلها روحانية. هذه تخدم خدامين، ممكن سفلي ممكن علوي، ممكن في قابلية للحجر تخديمه، ممكن من قبل أشخاص ذوي خبرة. نحن ممكن نخدم لك الحجر يعني، ولكن كيف يخدمك كيف ما يخدمك هذا يرجع لك انت يا أخي. مش العيب في الحجر. يعني مثل سيارة أعطي له واحد ما يعرف يسوق، بيدعم وبيكسر السيارة وبيكسر عمره ويروح للآخر، فما لا يجوز. فلا بد أنك تكون ملم بكيفية استخدام هذه الأحجار، أو خذ فكرة يا أخي أقل شيء. وفي أحجار ممكن الكل يلبسها هي عادية، وفي أحجار للزينة فقط أصلا، يعني ما فيها خاصية وما فيها خواص. يعني أما في أحجار العقيق لا، عقيق معروف أنه له خواص وله خاصيات. وهذا أنا لما أعرض لكم يا أخواني أشياء جزء بسيط من الكميات الموجودة عندي من الأحجار اللي هي بالآلاف، بل أكثر من 1,000,000 حجر وشتى أنواعها وخواصها. حتى هذه الأحجار لو تلاحظوا كل نوع يختلف عن الآخر، من الخواص، من الشكل. وهي نادرة، يعني مش في كل مكان يتوجد. في دولة الإمارات انظروا إلى هذه الأحجار الموجودة حاليا في العرض. أنا بعتقد أن في دولة الإمارات لو تلفوها قاطبة نفسها ما راح تلقون أحجار شبيهة نعم، مقلدة نعم، أصلية لا. الأصلية هي من الأحجار النادرة. يعني المقلدة طبعا موجودة، مثلا مثل هذا جزع السليماني. ففي الهندي شبيه،
يمكن ألوانه زاهية ويعجب الناظرين، ولكن كفعالية أقل. هو له فعالية بس مش بجودة وقوة العقيق اليماني المعروف. أما بالنسبة للفيروز، فالفيروز إيراني. أنا ما أعرف ضمن الأحجار، ولكن الفيروز من الأحجار اللي يفضلها هو النيشابوري الرضوي الحسيني، أفضل أنواع الفيروز، وهي غالية أغلى من العقيق. أما اللي يبيعه برخص فهذا يعتبر مش نيشابوري، ممكن أمريكي، ممكن أفريقي، يمكن هندي، ربما هذا نوع رخيص شبيه. ولكن الشخص الغير فاهم والغير ملم عادة بيفتكر أن هذه الأحجار كلها نفس الطبيعة ونفس النوع ونفس الخواص. لها خواص علاجية، لها خواص للقبول، للبركة، للرزق بإذن الله سبحانه وتعالى، أي تسهيل. يعني مش معناته أن هذا الحجر حطه يطلع لي دولارات فلوس تك 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 تك، ولا ما ببيعها بخليه، لا، هي لشخص يعني البيبان مسدودة بوجهها وكذا، ياخذ الحجر هذا للبركة ويتوكل على الله، يلقى تسهلت الأمور، انفتحت البيبان بوجهه بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذا ما توكل على الله الحجر لا يضره ولا ينفعه كحجر. فأولا التوكل على الله مهم، والطهارة وذكر الله مهم، هذا أهم شيء. أما الشخص الغير متوكل على الله، نعم نقول حتى اليهود والهندوس يستخدموا هاي الأحجار وتنفعهم بإذن الله سبحانه وتعالى. هو هندوسي ولكن هو معتقد متوكل على الله، وصحيح أنه يعتقد إله هذا الصنم مسكين، ولكن الله لاعتقاده وجزمه ونيته الصافية الله بيرزقه، يعني الله كريم. أما هو اعتقاد، حتى رب العالمين بيقول حجر المراد، وهذا من الأحجار اللي الإنسان لو خذها بركة، يعني لتسهيل شتى الأمور، يعني يسهل الأمور بإذن الله سبحانه وتعالى، وتنفتح البيبان بوجهه دائما. هذا بعد يعتبر حجر مراد في أنواع شتى. بعض الناس يعتقدوا أن المنقط بالأسود أو بالأبيض هو حجر المراد فقط، لا، هذيك حجر الأفعى. الناس اشتبه عليهم إلا الأشخاص الملمين والفاهمين في الموضوع. حجر القمر، هذا هو حجر القمر عقيق الأبيض، حجر القمر. الدر يختلف أكثر شفافية، يعني الدر غير معروض هنا عشان أراويكم شكله، ولكن هذا الجزاء، هذا حجر الجزاء، أيوة. والجزاء والسليماني والبقراني، اللي هو هذا البقراني العين كبيرة، والعين الصغيرة السليماني. فهي من أقوى الأحجار إطلاقا، يعني تروحا وقوية. بعض الأشخاص ما يتحملون طاقة الحجر، فبيحس بصداع وبيحس بخمول وبتعب جسماني لعدم تحمله لقوة الحجر. لو صبر أيام هذه الأعراض بتروح، يبدأ مفعول البقراني. هذه من أقوى الأحجار يا أخوان. وفي من الهندي رخيص، هذا أنواع يمنية، هذه من الأحجار اليمنية، وهذه روحانية ومخدمة وجاهزة للاستخدام إن شاء الله لكل إنسان
وأي شخص ما يعتقد بأن هذه الأحجار لها خاصية ولها خواص، ويشوف نفسه عالم روحاني وخبير، لا يتصل ولا يطلب من عندي أي حجر، لأن هذا عالم مستقل ويعلم الناس ويفتح له قناة ويجمع له حجارة، يروح للجبال ويمسكها كذي، هذه روحانية أريدها، هذه لا يرميها ويجمع له، لأنه هو خبير أصلا يعني. فرجاء ما يتعبنا لا باتصال ولا بالطلب ولا بشيء من هذا. اللي ما عنده اعتقاد بالشيء لا طبعا. كيف اللي ما يؤمن ما يعتقد بالله يدخل المسجد يصلي بعد؟ هذا ما لا يجوز، ملحد. الملحدين كيف ما يؤمن بوجود الله يعني، فكيف أبغى يدخل المسجد ويصلي؟ ما لا يجوز. هذه مش للعبادة، مش الاعتقاد أنها تضر وتنفع من دون الله سبحانه وتعالى، هذا شرك وكفر. ولكن لها خاصية، لها ميزة، ما من شيء إلا يسبح ويقدس بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذه نعم، الله أوجد هذه الأشياء للناس تستفيد منها، علم من علم وجهل من جهل. وفي أحاديث الروايات اللي ما يعتقد بها خلاص خليك انت في أمورك، سوي اللي تعتقد به يعني. تعتقد مثلا بزيارة القبور، تعتقد بالنذر، تعتقد بالدعاء، تعتقد بآية من القرآن، وآيات القرآن كلها طبعا أفضل من الحجارة وأفضل من كل شيء في الوجود. ولكن هذه الأحجار للعلم أنها تذكر الله وثوابها لصاحبه، ولها خاصية وبركة. ذكر خاتم سيدنا سليمان، تقولوا هذاك نبي طبعا كيف. والتختم باليمين بركة. استجابة الدعاء من تختم بالعقيق اليمني اليماني أو الحبشي، إن ما وجد هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام تختم بالعقيق الحبشي، كان خاتمه حسب ما اطلعت على الروايات ووصلني من العلم. نعم. وكان أمر سيدنا علي بن أبي طالب بالتختم بالعقيق اليمني اليماني، عليك بالعقيق الأحمر اليمني اليماني، اللي هو هذا هو الأحمر. هذا يتشاف عسلي، ولكن هذا أحمر يتشاف داكن للسواد، مع تسليط الضوء عليه بيعطيك احمرار، فبيكون أما هذا لا، هذا هو العسلي، هذاك الأحمر مبين لونه يختلف عن هذا الحجر. هذاك أحمر وهذا عسلي. يمكن الكاميرا ما موضح اللون للأسف، تصويري طبعا أنا عادي جدا، ما حط لكم إضاءة وقراءات وتصوير وكدعاية، لا، بس كتوصيل فكرة للشخص اللي يطلب حجر بإذن الله يستنفع منه بأمر الله سبحانه وتعالى، لفك السحر، حسد، عين، تسهيل أمور، قبول. كل حجر له خاصية ودور، فاللي يثق فينا يقول حاجته ونحن نعطيه الحجر المناسب إن شاء الله تعالى. أما الشخص الغير معتقد كيف يعني؟ حتى أنا غير معتقد بالله، أصلي وأصوم وأحج، هذا كيف تقبل وأنا ما عندي إيمان وما عندي اعتقاد؟ كيف يعني؟ كذي بس صابت ولا خابت؟ لا، لما يدخل الإيمان قلوبكم، مش إني أقول لا إله إلا الله أنا مسلم، لكن الإيمان لما يدخل لا أكون مؤمن، درجتي أعلى، درجة المؤمن غير عن درجة المسلم. المسلم العادي أعوام الناس شيء وخواصها غير، وخواص الخواص شيء آخر. والأنبياء بعد مراتب ودرجات، سيد البشرية هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام، وسيد الأنبياء والأوصياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار. نعم يا أخوان، بسم الله. ما أحب أن أطول بالفيديوهات. طبعا هنا الأحمر والعسلي هم موجود. الكاميرا يمكن ما توجه هنا، لا أوجه لكم الكاميرا من هنا يا أخوان. شرف الشمس
حجر القمر، اللازورت، العقيق، أنواع العقيق، أحجار العقيق، العقيق بأنواعه، هنا أحجار العقيق بألوانها المختلفة، وكل حجر له خواص وله. طبعا السماوي اللي تشوفوه هذا من النوادر، هذا من النوادر جدا، ومن الأحجار اللي هي مطلوبة ونادرة جدا، يعني قليل الحصول الأصلي منه، وهذه أحجار نادرة جدا يا أخوان. المقلد ممكن رخيص ب5 دراهم أو 20 درهم بيبيعوا لكم ب100 و200، وهذا ظلم وحرام. أما الأصليات منها مستحيل، يعني حجر أنا مثل هذا في بعض المحلات يماني أصلي ولا ب5000 بيبيعوها، يعني يقولوا 10,000، بعدين ينزل يلا حجر بدون خاتم. إذا هو يعني إنسان يعني حب يرحم الواحد يقول 2000 درهم، بما أني أنا لا ببيعها ممكن بسعر معقول جدا يعني. والهندي نفس الشكل يا أخوان، يبيعوه ب60 درهم في السوق، وهو قيمته ما يتعدى 20 درهم يعني. أيوة كإماراتي، درهم إماراتي، أيوة، أو $5 مثلا. أما غير النوع الأصلي اليمني لا، هو أغلى ونادر الحصول مثل هذا الحجر اليمني. وهذه القصة مطلوبة، وهذه القصة نادرة على فكرة. هذا يمني عسلي. هذا وبالله التوفيق، وما أحب أن أطول عليكم يا أخوان. طبعا في حجارة بعد دام أني سلطت الكاميرا خليكم تشوفوها. هاي الأحجار البيض، منها الطحلبي، منها القمري، وأنواع هذه كلها عقيق. الدر غير متواجد هنا، الدر شبيه. وهذه الأحجار السوداء اللي هي شفة العبد، وهذه معروفة الداودية، أحجار الداودية والأرضية. هذه أحجار أرضية وهي خام. وهذه الأحجار بما فيها حجر المراد وشرف الشمس والسليماني والداودي وحجر الدم وكل الأنواع المحببة. هذه طبعا كلها أنواع العقيق، حتى الخرزة موجود، هذه خرزة يعلق. وهذه أحجار الطاقة اللي هي تضوي بالليل، هي حجر الطاقة طبعا ما لها روحانيات، هي حجر الطاقة. في الظلام يعطي ضوء، يمتص الطاقة من الشمس أو من أي ضوء، وبالليل يضوي بنفسه. هذه أحجار الطاقة، مش كلها أحجار الطاقة طبعا، هذه الألوان أحجار الطاقة. أما هذه فلا، هذا طبعا حديد صيني، وهذا عين القط أو عين الهر. وفي ألوان منه، مش شرط يكون لون بني أو رصاصي أو كذا، في عدة ألوان. طيب يا أخواني، هذا وبالله التوفيق. ولا الطلب ولا أي استفسار عبر الرقم المعروض أمامكم، والعنوان موجود. عبر الواتساب ممكن اللوكيشن والتوجه والطلب لأي حجر مطلوب عندكم، علما بأن جميع الأحجار الكريمة موجودة لدينا، يعني جميعها من ألماس، من زمرد، من لؤلؤ ومرجان، كل ما يخطر في بالكم. يعني الأحجار كلها متوفرة، ولا يسعني الوقت لعرض جميع أنواع الأحجار.
وأنا من المقصرين في العروض والشرح. أختصر في الشرح طبعا، لأن بعض الناس يلجأوا إلى جوجل ويلقون كل شخص يفتي بما لديه من العلوم، حد يقتنع بكلامي، حد يقتنع بكلام الآخرين. وأنا لقيت أن بعض الأشخاص معلوماتهم صحيحة من الأخوان اللي يعرضوا الخواتم وكذا، وبعض الأشخاص يعني بعيدين كل الوعد، بس يمكن للمشاهدات أو يعرضوا معلومات مغلوطة ما أعرف من وين طلعوا عليها ومن وين خذوها هاي المعلومات ما أعرف طبعا. ومن بلد لبلد اعتقاداتهم ومعلوماتهم مختلفة، من ديانة لديانة، من مذهب لمذهب. هذا شيء طبيعي، وهذا مو معناته أني أنا يعني عالم الغيب والشهادة، لا طبعا. ولكن أنا ملم كون أن جميع أنواع الأحجار عندي، وتلقيت معلومات من شتى أنحاء العالم وأنواع الكتب والمصادر. وكون أن 40 سنة يعني أتابع هذه العلوم، فلدي فكرة كافية بإذن الله سبحانه وتعالى. وما نحب نغش الحد أو أي إنسان أو نجبره أن لا، ودعاية تعال خذ، هذا بيخليك أغنى الأغنياء، هذا بيخليك منصب كذا وكذا، لا طبعا، هو بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا عندك صد وحسد أو عين وأسباب، هذه بإذن الله بعد ما تاخذ لك حجر كريم وتتوكل على الله تلقى انها انفكت وانفرجت بإذن الله سبحانه وتعالى تدريجيا، مش كن فيكون. أكيد طبعا كن فيكون هذا مستحيل، اللي يقول كن كذاب. ولا عندي أنا أني أقول لك والله يحط الحجر بيحرك الموبايل، بيحرك الطاولة، بيطير في الهواء، يدور. هذه الأشياء ما عندي كخدع بصر وخدام ممكن من الجن أو السحر شعوذة، هذا ما عندي. ومعظم الأحجار الكريمة ما تخدم بالسفليات ليضر البشر، أوجدها الله لفائدة الإنسان. سوء الاستخدام هذا موضوع آخر، مثلا كحجر الهبهاب، وهو موجود عندي وما عرضته طبعا. نعم. وكل حجر حسب جودته ومصدره يكون سعره. الأشخاص دائما يبون شيء رخيص ومفيد، هذا ما لا يكون يعني إطلاقا. واحد يبى ذهب ولكن يبى رخيص، يبى ب25 درهم و50 درهم ذهب، يعني وين تلقى ذهب؟ هذا فالص، تلقى فالص ويلمع مثل الذهب، انت خذه وافرح به، هذا ما يفيدك شيء، ولونه بيطير وما له، واللي تيجي تبيعه ما له قيمة أصلا. اما تيجي كمعدن ذهب لا، غالي طبعا. وين تجيب لي أنا رخيص ب20 قطعة من ذهب معدن صحيح. تجيب له حجر كريم فعال، يكون فعلا حجر كريم يماني مصدره حجر طبيعي رخيص، أنا اشتريه يا أخي. مش تجيب لي أي حجر لقايط أو حجر هندي أفريقي مصدره آخر، أو حجر اصطناعي مقلد مصبوغ، أو مقلد العقيق. أو بعض الجهات حتى الياقوت بيحطوا له طاقة الياقوت، وبيحطوا نفس الخواص وكل الهاي والألوان وهو زجاج ومصبوغ وكلام، هذا يبيعوه على أنه ياقوت. وين يا عمي ياقوت أصلي تلقاه رخيص؟ وين؟ بأي مكان في العالم. إذا هو الياقوت ينحط على التيجان، الملوك يأخذوا بالملايين، وبعدها مو بصلي يعني للأسف. ملكة بريطانيا قرن يمكن يعتقدوا أن هذا ياقوت أصلي. يوم صنعوا الأجهزة اكتشفوا أن حجر ذو قيمة ولكن مش ياقوت، انخدعوا. فأنت يا أخي الكريم كيف تكون خبير بهذه الأشياء
والشيء الغالي عمره ما بينزل سعره وما تلقاه رخيص. عندك موتر نظيف تبيعه ب1000 و2000 ترميه؟ مستحيل، وإن كان موديله قديم. كل وارد النظيف سعره أغلى من المستهلك. ليش؟ نظافته وجودة نوع السيارة. في أنواع لا ما لها قيمة، فارهة ونظيفة وجديدة، ولكن ما لها سعر في السوق. هذه هي. طيب يا أخوان، مرحبا بكم في عرين الأسد، وأكتفي بهذا القدر، ومرحبا بكم في أي وقت للاتصال والتواصل. وأكرر للأشخاص اللي يفهموا في الأحجار الكريمة، أو حتى لو ما يفهم، عنده اعتقاد ويعتقد بأن الله أوجدها لفائدة الإنسان، فليتفضل. واللي يطلب أحجار أصلية غير مقلدة فليتفضل إلى عرين الأسد. أما اللي يطلب من الأنواع اللي أنا طبعا ما أعرضها موجودة، هذه لا قيمة له، ما أعرضها ولا فكها يعني، ولا تعب نفسي. فيروز مصبوغ مقلد، هذا 5 دراهم قيمته في السوق، تعال خذه ببلاش من عندي يعني، لأن هذا لا فيروز ولا شيء، هذا ما أعرف بلاستيك ولا حجر عادي مصبوغ. حتى اليواقيت والأشياء الأخرى موجودة، وعندك شرف الشمس وغيرها، هذه كلها أحجار مصبوغة، وحرام إني أعرضها وأضيع وقتي ووقتكم يعني يا أخوان. هذا تلقونه في السوق، يمكن يغشوكم 100-200 يعطوكم، وهي لا فائدة لها. مثل ما تاخذ لك حجر وانت خاطف في الطريق وحطه وشله، هذا وهذا نفس الشيء. او قطعة بلاستيك شليتها حطيتها على فضة ولبسته وانت فرحان، فهذا لا، هذا ما عندي للأسف يعني. عندي ولكن مش للبيع يعني، فقط خذ ببلاش إذا جيت عندي مجانا يعني. أما إذا جيت للحجر الفعال والحجر اللي بإذن الله فيه فائدة، فلا، هذا مش بالرخيص أبدا. اللي يدور الرخيص يلف في الأسواق ويدور ويحصل. حتى الخام موجود، غير مصقول وغير مقطع ولا شيء، هذا الخام. شتى الأنواع الخام موجود عندي، حتى الألماس موجود لمن يرغب، أصلي وضمان مدى الحياة، لأن الألماس غالي، ضمان مدى الحياة. تجي تاخذ لي حجر عقيق أو فيروز تبغى ضمان مدى الحياة، أو أوبال مثلا، أوبال من الحجار الهشة معرضة للكسر في أي لحظة، هذا كيف؟ وصحيح أن الأوبال بعد له سعر غالي، الاسترالي والحبشي، والباقي لا رخيص. الأجود هو الاسترالي حسب علمي أنا، والثاني الدرجة الثانية هو الحبشي. في الأبيض والأصفر والناري الأسود، وفيه الألوان. أنا بالفحص وبأمانة ما تاخذوا إلا شيء مضمون بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذا شرفتونا في المحل بتشوفوا أن هاي الأحجار اللي تشوفوها عندي ما تلقوها إن شاء الله في هاي الدولة اللي أنا فيها قاطبة. نعم، إلا ندرة تلقون حجر يكون غالي. وأصلا معظم التجار ما يعرضوا الحجر الغالي للشخص اللي ما عنده فكرة وما يعرف قدرها، ما يعرضوه له نهائي أصلا. يكون مدسوس، يطلعوه للشخص الفاهم واللي يعرف قدره وقيمته ويدفع حقه ويعطيه حقه. فهذه الأشياء حتى ما نعرضها لكل الناس. بالفيديو يمكن يتعرض، ولكن لما الزبون يدخل المحل، الأشياء الغالية ما نعرضها إلا للشخص الفهيم اللي يقول لي أريد الحجر الفلاني وكذا كذا 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 مواصفات، يعني إنسان فاهم. نقول له موجود، تعرف قيمته؟ يقول نعم. تعرف قدره؟ نعم. تفضل، هذا هو. يشوفه يتعرف عليه فورا، يقول له نعم هذا اللي يدور عليه وأريده، يدفع قيمته وحقه وكرامية وياخذها وهو مبسوط. أما الشخص اللي مو بعارف مشكوك في أمره، يمكن ياخذ الذهب ويرميه ويتحرى أن هذا فالص،
لأنه ما يفهم، يوديه للصايغ يعرف قيمته. لا أطيل عليكم يا أخواني، هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.